تعالى راح فين؟ تعالى نتكلم على اسم الله رؤوف. اسم الله رؤوف من الاسماء الجميله جدا لله. الانسان لما يعرف معناها بتنزل الرحمه والسكينه والطمانينه على القلب. طيب بص، تعالى نقرا من ايه الله ونعرف تفسير الايه ونعرف من خلال تفسير اسم الله رؤوف. جميل كده. يعني قال تعالى: الم ترى ان الله سخر لكم ما في الارض. ربنا يدعونا للتامل والنظر انه سخر لنا كل ما في الارض. يعني مثلا الليل والنهار بيتقلبوا عشان ننام بالليل والناس تستيقظ بالنهار. مثلا الحيوانات ربنا سخرها لينا، حيوانات ناكل منها وحيوانات تشرب منها اللبن. ربنا يدعونا للتامل ان هو سخر لنا كل ما في الارض، وهذا من تمام رعايه الله بنا ورحمته بنا. طيب تعال نكمل الايه. الفلك اللي هي السفن. والفلك تجري في البحر بامره. يعني السفينه تجري في البحر بامر الله وبرحمه الله وبحفظ الله وبرعايه الله. سبحان الله، تحط سفينه مثلا بالاطنان تلاقيها بتمشي في البحر. مثلا لو حطيت مسمار صغير قد كده تلاقيه بيغرق. طب مين اللي جعل ده؟ مين اللي جعل ان المسمار يتحط يغرق وان السفينه تجري في البحر؟ سبحان الله، هذا كله من رعايه الله ومن حفظ الله. طيب نكمل. وفلك تجري في البحر بامره ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه. ربنا يمسك السماء هذه حتى لا تقع على الارض. طب السماء لو وقعت على الارض يهلك كل ما في الارض. فمن رحمه الله انه يمسك هذه السماء ويرفع هذه السماء بغير عمد. كل هذا من رعايه الله ومن رحمه الله ومن لطفه بنا. ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ان الله بالناس لرؤوف رحيم. ربنا من رأفته بالناس ورحمته بالناس يفعل كل هذا، يسخر لنا ما في الارض ويسخر لنا السفن. السفينه تجري في البحر عشان خاطر تطلع منها مثلا السمك او مثلا الحلي، مثلا اللؤلؤ والمرجان وغيره. سبحان الله، كل هذا من رحمه الله ومن رعايه الله. ان الله بالناس لرؤوف. فاسم الله رؤوف اسم بيدل على تمام رعايه الله بعباده، فيجلب لهم الخير ويسوق لهم الخير ويدفع عنهم الشر. اسم الله رؤوف من الاسماء الجميله جدا جدا جدا. الانسان يطمئن قلبه بانه يعبد الله رؤوف.